السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلابنا تانية اعدادي الحلوين الشطار. النهارده يا جماعة بقى ان شاء الله احنا هنولع الدنيا. لو انت حضرتك فايتك يونت 3 ومش عارف تحله او في اي مشكلة فيك، بص لو ما ذاكرتوش خالص احنا بقى النهارده هنعيده لك من اول خالص. كل الاسئلة اللي فيها نحلها يا جماعة مع التريكات بتاعتها مع الملحوظات بتاعتها، كل حاجة هنظبطها لك النهارده. بس انا عايزك تركز معايا واوعى تسرح. كشكولك الجميل قلمك عشان لو في اي ملحوظة جديدة حضرتك تكتبها. الحاجه كمان اللي احنا عايزين نقولها، لو سمحت لما تفتح الفيديو ما تحاولش كل شويه تقفله، تفتح الفيس تفتح التيك توك مش عارف ايه، لا ركز في الفيديو عشان تخلص وتشوف هتعمل ايه تاني. يلا بينا كده يا جماعه نبدا نحل كتاب المعاصر. الاسئله اللي فيه ده الجزء الثاني من كتاب المعاصر بتاع يونت 3 لتانية اعدادي. انا عايزك تركز معايا. هنحل صفحه 98 من اول صفحه 98. نبدا كده يا شباب. اول حاجه هو بيقول لك هنا ذا بريفكس بدايه ديس في كلمه ديسكالجيت. طبعا ديس دي احنا عارفين ان هي بتدي ايه؟ بتدي الاوبزيت، العكس. السؤال اللي بعد تيرن عشان نحول الصفه سلو لادفيرب. ادفيرب دي يا شباب معناها حال. ادفيرب معناها ايه؟ حال. طب احنا كده هنعمل ايه؟ هنضيف، عايزين نضيف لكلمه سلو عشان نحولها لحال، هتبقى ال واي. اي كلمه زي مثلا كويك سريع عايز تحولها، طبعا كويك دي صفه، اي صفه عايز تخليها حال بتحط لها ال واي بس كده. ما عدا طبعا في صفات شاذه بس مش مهم دلوقتي. المهم الصفات دي اسمها الصفات المنتظمه. انت عليكوا الصفات المنتظمه ان اي صفه بتحط لها ال واي بتبقى حال. يعني ايه بقى حال بالانجلش؟ اسمه ادفيرب، ويعني صفه اسمها ادجكتيف. السؤال اللي بعده بيقول لك كلمه هارد اللي هي صعب، عايزين معانا كلمه صعب في الاختيارات. ايزي سهل، سيمبل بسيط، ديفيكالت صعب، بريف شجاع، يبقى هي كلمه ديفيكالت صعب. ذا انتونيم عايزين عكس كلمه كارج. كارج معناها يشجع، فين هنا معناها شجاع. طيب بريفري معناها شجاع او بشجاعه، فير خوف، قوه، يبقى انهي واحده يا جماعه؟ هتبقى بريفري هي الصح. she was proud of هي كانت فخوره. خلي بالك ان كلمه proud بيجي مع حرف جر of، وهتجيلك كتير قوي في الاختيارات فركز فيها. هي كانت فخوره بابنها عندما هو كسب الكومبيتيشن اللي هو الايه؟ المسابقه. طب هو كسب المسابقه صح؟ عايزين عكس كلمه فخور. واحد فخور بيك يبقى عكسها ايه؟ قوي، جلاد، مسرور، ashamed خجول او محروق، بليزد مسرور، هتبقى ashamed. اللي بعده صفحه 102 يا قلب، تعالى نبدا نحلها. something شيء ما blocks بيسد your way طريقك وبيجعله صعب انك تفعل الحاجه دي. حاجه بتسد طريقك وبتخليها حاجه صعبه، دي بنسميها الاوبستيكل اللي هي معناها العقبه يا شباب. دي كده اسمها عقبه. طبعا crowd معناها مزدحم، process معناها عمليه، step معناها خطوه، وطبعا كل ده غلط، هتبقى obstacle. سهى شعرت بايه بعد ما هي نجحت في الامتحان بتاعها؟ شعرت بايه؟ اكيد شعرت بالبراود، الفخر. طبعا discourage معناها خيبه الامل، سيد معناها حزين، ليزي كسول، اكيد براود الايه؟ الشجاع. سهى مين؟ سهى ايه الاساسي كان فهم قواعد الجرامر. سهى ايه الاساسي كان فهم ده كان ايه المشكله بتاعتها؟ كان التشالنج التحدي بتاعها ان هي كانت تفهم الايه؟ القواعد، ده التحدي. التيك هي اخذت كثيرا من الايه عشان تحاول تاني بعد فشلها. هي خدت كثيرا من الايه؟ كثيرا من فير الخوف، سادنس الحزن، كان شجاعه، انجل الغضب، اكيد سادنس خدت كتير قوي من الحزن. استغرقت كثيرا من الحزن، وبتحاول تاني اهو بعد فشلها. ملحوظه هنا يا جماعه، لا مش هتبقى سادنس، هتبقى المفروض كارج، شجاعه. يبقى هي خدت كثيرا من الشجاعه عشان تحاول تاني، مش هي بتحاول تاني يبقى دي شجاعه. عذرا يا جماعه بعد ما انت فشلت. 5 شي هاد، يبقى الاجابه هنا صح عشان بس ايه الناس تبقى فاهمه ما تلخبطش، دي غلط. She had been not for 6 months to run a long race
in her city. هي بتكون ايه لمدة 6 شهور وبتجري في مسابقة طويلة في المدينة بتاعتها. يبقى هي بقى لها كام قد ايه في 6 شهور بتعمل ايه؟ اكيد بتريننج. يعني ايه تريننج؟ بتتدرب، عمالة تتدرب. السؤال اللي بعده I not many challenges. انا ايه كثير من التحديات but ولكن I stayed. انا اقمت قوي، لسه قوي ومصمم. طيب انا ايه كثير من التحديات؟ انا فيس يعني واجهت، انا واجهت كثير من التحديات. اللي بعده حاجه كده ريجولار معناها يا جماعه بانتظام. معناها يا شباب بانتظام. ايه بانتظام؟ بيساعدنا سهى عشان تتغلب على التشالنج التحدي بتاعها. عملت ايه بانتظام عشان تتغلب على التحدي؟ براكتسنج. فضلت تتدرب. ما ليتل براذر اخويا الصغير بيحاول ايه في التحدي الكبير؟ بيحاول يعمل ايه؟ بيحاول يستسلم، يتغلب على. يبقى هي اكيد اوفركم، يتغلب على. في يفشل، ميك معناها يصنع. كل ده طبعا غلط. صفحة 103 يا شباب، تعالى نبدأ نحلها. I want to انا عايز ايه؟ English skills، مهارات الانجليزي بواسطة التدريب كل يوم. انا عايز اعمل ايه في المهارات بتاعت الانجليزي؟ عايز improve، احسن. طبعا هنا forget ينسى، stop يتوقف، fail يفشل. اكيد طبعا ده كله غلط. 10 the amazing ايه؟ حاجة مدهشة جدا من التدريب انك بتساعدهم يوصلوا بدري. ايه بقى التدريب؟ ايه المدهش في التدريب بيساعده يوصل بدري؟ اسمه ايه؟ سرعته المدهشه من التدريب ساعده يوصل بدري. يبقى سبيد، السرعه بتاعته يا جماعه كانت مدهشه، سريعه. تمام. اللي بعده my friend was، صديقي كان ايه؟ because he lost، هو فقد الميداليه السيلفر. يبقى صديقي كان ايه؟ لان فقد الميداليه. واحد فقد الميداليه هيبقى قوي، عازم، شيرفول، مسرور، disappointed محبط. اكيد هيبقى محبط او متضايق. تو نقط in the competition، حاجه كده في المسابقه. you need، انت محتاج تتدرب كل يوم. يبقى ده اسمه ايه؟ ايه بتاع المسابقه؟ compete، منافسه المسابقه او تكمله المسابقه. انت محتاج تتدرب كل يوم. المنافسه بتاعت المسابقه بس منافسه مسابقه، يبقى انت كده محتاج practice every day، تتدرب ايه؟ every day، كل يوم. دي الديفينيشن اللي هي التعريف. حاجه كده بتكون شجاع عندما بتواجه الصعوبات. ده اسمه ايه؟ اوبستيكل، العقبه. تشالنج، تحدي. كارج، الشجاعه. ديترمينيشن، عزم او اصرار. هي دي الاصرار. يبقى الاصرار يا جماعه هو بيكون بريف، حاجه من الشجاعه وبتواجه التحديات او بتواجه الصعوبات. السؤال اللي بعده بيقول لك حاجه كده is difficult، صعبه. situation، موقف صعب او تاسك او مهمه صعبه. ده بيسميها ايه؟ تشالنج، تحدي. ميدال الميداليه ريزلت معناها نتيجه. اللي بعده she is very proud. proud بيجي مع حرف جر معين اسمه of، احفظها. proud of بتيجي دايما مع بعض، بتيجي مع بعض. ركز في دي. 16 don't be afraid to ask، اوعى تكون خائف انك تسال ايه؟ help. اسمها ask for help، دي اصلا على بعضها تسال عن المساعده. احفظ دي دايما بتيجي مع بعض. ask for help، ask for بتيجي كتير قوي، بتيجي كتير جدا، ركز فيها. اللي بعده finally معناها نهايه او نهائيا. after that بعد هذا. then معناها ثم. تعال نحل كده كل جزئيه. اللي English is my favorite language، بيكون لغتي المفضله. but ولكن I have some difficulties learning، انا عندي بعض الصعوبات في تعلم النيو vocabulary، عندي بعض الصعوبات في تعلم الكلمات الايه الجديده. first اولا I ask my teacher، انا بسال المدرسين بتوعي for help، عن المساعده. after that وبعد كده هتبقى رقم واحد. after that بعد كده I practice، انا بتدرب English vocabulary، بتدرب على الكلمات with my friends، مع اصدقائي. then الاجابه الثانيه تبقى then، ثم معناها ثم انا make posters، بعمل بوسترات، صور كده for vocabulary على الكلمات. for my room على الاوضه، بعمل بوسترات صور كده يا جماعه بكتب فيها الكلمات الصعبه واحطها على الاوضه. وطول ما انا ماشي بقى افضل ابص
انا رايح جاي كده افضل ابص ايه يا جماعه ايه الكلمات دي كده. المهم 3 نقط اي بيجن، يبقى رقم 3 اللي هي فاينالي، اللي معنى في النهايه. في النهايه انا بدات ايه؟ امبروف، اتحسن، اند وير اي كان استطيع ليرن اتعلم نيو فوكابلاري كلمات جديده. خش على الجزئيه اللي بعدها. دلوقتي في جزئيه مهمه جدا على الجرامر. طبعا يا قلبي احنا حلينا الجرامر في الجزء الاولاني، ارجع للجزء الاولاني هتلاقينا شارحين الجرامر وحالين كمان عليه في نفس الوقت. تعالى كده نشوف بقى النهارده نكمل الاسئله بتاعتنا صفحه 111 الاسئله الباقيه. ليسون 1 و 2 بيقول لك يونيد انت محتاج توضح ايه عندما الاشياء بتكون صعبه. انت محتاج توضح ايه؟ ديترمينيشن، العزم او الاصرار، لازم تكون مصر. وايل بينما انا كنت بعمل ماي هوم ورك الواجب بتاعي اخويا ايه كان موسيقى حلوه قوي. اسمع، طبعا احنا شرحنا قبل كده ان وايل بيجي بعدها. اسمع كده يا شباب، وايل ده شرح بقى هنرجع لمراجعات بسرعه كده تخاطيف عشان برضو ايه حضرتك ما تنساش. وايل بيجي بعدها ماضي مستمر دائما، بيجي بعدها فاعل ثم ماضي مستمر، وبعد الماضي المستمر بيجي كما، بعد كده فاعل مره اخرى، وبيجي حاجه من الاثنين، لا اما يقلب بماضي مستمر تاني، لا اما يقلب بماضي بسيط. طب مستر ممكن اسال سؤال؟ اتفضل. هو حضرتك مش بتقول يا مستر ان بيجي في الجمله الثانيه ماضي مستمر او ماضي بسيط؟ اختار اي واحده بمزاجي؟ لا. طب انا عايزك بس نقارن دي بالجمله وبعد كده اقول لك هنختار ايه. وايل فاعل، ادي وايل وادي الفاعل اهو، ماضي مستمر اللي هو بيتكون من وز او وير فعل اخره نجي اهو، بيتكون من وز او وير زائد فعل اخره نجي. كمل الفاعل بتاع الجمله الثانيه، ادي الكما اهي، الفاعل بتاع الجمله الثانيه اهو. عايز بقى انا ماضي مستمر اللي هو واز او وير فعل اخره نجي. هل في واز او وير فعل اخره نجي؟ اه اهي تمام. او عايز ماضي بسيط اللي هو تصريف تاني. هل هنا في تصريف تاني؟ اه اهي. يبقى هنا عندك حاجه من الاثنين، لا اما دي لا اما دي. طب اختار انهي واحده فيهم؟ قال لي على حسب. هتختار ماضي مستمر اذا كان الكلام في حاله، لو الفاعل ده في حاله ما قطعش الفعل الاولاني. طب متى اختار ماضي بسيط؟ لما يكون ده رخم، ودي شرحناها بالتفصيل لو انت مش فاكر. ده لو رخم الفاعل ده، لو رخم على ده. تعال نشوف الكلام ده. بينما انا كنت بعمل الواجب، تعال بقى نشوف الفاعل ده رخم ولا في حاله. اخويا كان بيسمع موسيقى، والله اخويا بيسمع موسيقى مع نفسه ما قطعنيش. انا بعمل واجبي واخويا بيسمع موسيقى. غالبا الموسيقى بتبقى مسموعه في الهيدفون يعني، تمام. يبقى اني واحد يا جماعه بيسمع مع نفسه، يبقى was listening. السؤال اللي بعده بيقول لك he broke، هو كسر his leg رجله عندما هو ايه؟ كرة قدم. طبعا احنا عارفين وايل دايما بيجي بعدها ماضي مستمر، was اول فعل اخر مجي اللي هي was playing. السؤال اللي بعده بيقول لك the children الاطفال ايه when their mother came home. الاطفال ايه عندما امهم طلعت او جت المنزل؟ الاطفال كانوا ايه؟ طيب بص انا عايز اقول لك قاعده وين دي. وين بيجي بعدها ماضي بسيط اللي انت شايفها دي. بص بص ماضي بسيط اهي كيم. طب بيجي قبلها ايه؟ ماضي مستمر. احفظ دي لو سمحت. يبقى تاني بيجي بعدها ماضي بسيط قبلها ماضي مستمر. فين يا قلب الماضي المستمر؟ كلمه وير سليبنج. اللي بعده شي شو جريت، هي وضحت ايه؟ عظيم. عندما شي سيف، بس شي وين اهي بعدها ماضي بسيط عايز قبلها ماضي مستمر. فين الماضي المستمر في الاختيارات؟ ايه ده، هو مش بيتكلم عن الماضي المستمر اصلا؟ تمام. هي وضحت ايه عظيم عندما هي انقذت ايه؟ طفلها. وضحت ايه لما انقذت طفلها؟ وضحت شجاعتها، خوفها، ضعفها، خجلها. اكيد وضحت كارج الشجاعه، مش انقذت طفلها يبقى هي شجاعه. هو كان ايه؟ لان هي فشلت في الامتحان. هو كان ايه؟ لان هي فشلت في الامتحان. هو كان ايه؟ كان اكيد disappointed. طبعا هنا في حاجه غلطه. بص كده، المفروض ما نقولش هنا شي وهنا هي، يبقى في غلطه. ممكن نخليها مثلا شي عشان يبقى الاثنين زي بعض. هي كانت ايه؟ لان هي فشلت في الامتحان. هي disappointed كانت محبطه او خيبه الامل، كانت متضايقه قوي. تعالى يلا نبدا نحل الجزئيه دي. براود معناها فخور، اوبستيكل معناها عقبه او مشكله، كارج معناها شجاعه، تشالنج معناها تحدي،
discourage معناها احباط او عدم الشجاعه. تعال نشوف يلا هنحلها ازاي. my biggest challenge، التحدي بتاعي اكبر تحدي صعب last year السنه اللي فاتت كان تعلم السباحه. at first كان في البدايه I was afraid، انا كنت خايف من الميه وكنت بشعر بالايه، بالاحباط. يبقى discouraged دي رقم واحد، كنت بشعر بالاحباط. after my first lesson بعد الدرس الاولاني it felt انا شعرت مثل ايه كبير. شعرت بايه كبير؟ طب انا مش عارفها، عادي سيبها. طب هو انا لو مش عارف كلمه اسيبها؟ سيبها، بس ما سيبهاش وتمشي، لا سيبها للاخر عشان بس ما تقوتش. انا محتار، انا دلوقتي انا شعرت ايه كبير؟ شعرت بالتحدي، بالشجاعه، بالفخر، على حسب الكلام الباقي. طب انا شعرت بحاجه من دول. طب كمل. I couldn't، انا ما قدرتش اتغلب عليها. حلو، لكن الكوتش بتاعي قال لي خليك ايه وحافظ على المحاوله. خليك شجاع. دي افضل كلمه تتقال هنا، خليك شجاع. تمام، احنا كده لسه فاضلنا رقم 2 ما حلناهاش. ماشي. I practice، انا بتدرب كل يوم وفي النهايه انا اتعلمت السباحه. انا بشعر بالفيري of myself. طبعا of دي بتيجي مع حرف جر براود of، فخور بيه. يبقى دي رقم 4. يبقى انا كده يا شباب عندي كلمتين، عندي لا اما obstacle العقبه، تشالنج التحدي. يبقى انا عندي ايه ضخم ومش قادر اتغلب عليه. عندي ايه؟ تحدي ولا عقبه؟ لا تحدي. يبقى انا عندي تحدي. يبقى هنا تشالنج تحدي، دي رقم 2. تعال نحل القطعه يا قلبي كده، نشوف هنحلها ازاي، وركز بقى معايا. بيقول لك ناديه حبت بيكينج الخبز، تحب تخبز يعني. اند شي، وهي قررت انها تدخل، انتر معناها تدخل، كيك كومبيتيشن، في مسابقه الكيكه. هي فيرست، اول حضور ليها فيري باد، كان سيء جدا، اول مره تعملها يعني. الكيكه واز بيرنت، اتحرقت. شي فيلت، بيرنت معناها اتحرقت عشان بس الناس تبقى فاهمه. اتحرقت، يا رب تكون واضحه. اتحرقت. شي فيلت، هي شعرت فيري ديسابوينتد، بخيبه الامل. اند وونتد، وارادت تو كوايت، ان هي خلاص كفايه بقى كده، حاسس بالخيبه، كفايه كده. ايه اللي حصل تاني؟ ومع ذلك شي ريمبر، افتكرت ايه؟ هير جراند ماذرز ووردز، كلمات ايه؟ جدتها بتقول لها ايه؟ ذا بيجست اوبستيكل، اكبر عقبه هي بتكون الايه؟ الجيف اب، الاستسلام. دي مشكلتنا. هي بص هقولها لك بطريقتنا احنا في المذاكره يعني. احنا مش بنشعر بالاحباط، احنا بنمل. يعني حضرتك انت بتيجي تذاكر بتحس بملل، صح؟ عارف الملل ده هو النجاح. يعني حضرتك وانت بتذاكر يا فندم، وانت بتذاكر كده وشغال وبتاع، لقيت بعد شويه حسيت بالملل، زهقت، عايز تقوم. القومه دي العظماء او العمالقه هما اللي بيكملوا. بيجي في الملل لا استحمل شويه، ده اسمه المجاهده. والمجاهده عندنا في الدين ده اسمه النجاح. انجح بقى، ده النجاح. كل ما تيجي تمل كمل، خلاص كده انت نجحت. ازاي يا مستر؟ والله العظيم، ما هي دي مجاهده النفس عندنا في الدين. كل ما تيجي تعمل معصيه لا اقف، اجاهد، احاول. طب تقع مره مش هقع، طب تجاهد كده، ده اسمه النجاح. تمام؟ حلو، ما تستسلمش للملل ولا الاحباط. المهم with determination، بالعزم. فبالعزم بقى جدتها قالت لها بالعزم تنجحي. شي ديسايد، هي قررت تحاول اجين تاني، هجرب تاني. شفت انت الحته دي؟ شي واتشد، هي شاهدت اونلاين فيديوهات على الاونلاين. ايه اللي حصل تاني؟ عندي براكتس، وفضلت تتدرب افري داي، كل يوم هتدرب. افتر سكول، بعد المدرسه، كل يوم هتدرب. انا مش هستسلم، انا اتحمست مش عارف ليه. المهم
while she was mixing the ingredients، بينما هي كانت بتخلط المكونات for her final cake، للكيكه بتاعتها النهائيه. للكيكه بتاعتها النهائيه عملت ميكس. she felt nervous، هي حست بالتوتر، اتعصبت، ولكن هي كانت مثيره، وفي النهايه عملها الكويس دفعها she didn't win، ان هي ما كسبتش الجائزه الاولى. عادي، انت ممكن تعمل حاجات بس ما تكسبش الجائزه، بس كفايه انك اتطورت، كفايه انك قدام نفسك عملت اللي عليا. طب يا مستر علاء، طب وانا خسرت ليه؟ مش انا عملت اللي عليا؟ هو انت خسرت عشان في ناس تانية عملت اللي عليها اكتر منك. يعني انت مثلا ذاكرت 5 ساعات، في صحابك بيذاكروا 10 ساعات، فاكيد هو يطلع الاول، بس انت برضو ذاكرت وهتطلع من الاوائل. ما هو مش كله بيذاكر زي 5 ساعات برضو، قليل قوي اللي بيذاكر 10، مش اي حد بينجح. اللي بينجح اللي بيطول في المذاكره، اللي بيذاكر كتير، اللي كل ما يفشل هيكمل، ده اكتر حد هينجح. لكن واحد فشل قعد سنه بقى هرجع تاني، لا ده بقى شو هيقعد، هينجح بس بعد وقت. فاهم؟ اللي بعده احنا قلنا بط، ولكن شي وون، هي فازت بسبيشال وورد، بجائزه خاصه فور ذا موست امبروفد بيكر، بافضل خبازه اتحسنت. شي فيلت، هي شعرت انكريدبل، بحاجه غير مذهله، انها فخوره بده. فخوره بايه بقى؟ هي فخوره بدي. بص، ذا موست امبروفد بيكر، هي فخوره بدي عشان هجيلك دلوقتي. ناديه بيجست اوبستيكل، اكبر عقبه ليها كانت في ايه؟ كانت في الاول، كانت في اول في ايه؟ ان هي كانت هتستسلم. ذا سوت جيف اب، في الاستسلام. كلمة كوايت دي معناها ايه؟ ارجع في القطعة هتلاقي معناها ستوب. كلمة اك دي عايدة على ايه؟ عايدة على سبيشال وورد، الجائزة الخاصة. What was ناديا's main challenge؟ ايه التحدي بتاع نادية الأساسي من وجهة نظرك؟ أنا هسيب لك السؤال ده أنت تحله. ايه التحدي بتاعها؟ مش هقول لك. How did نادية show determination؟ كيف نادية وضحت عزمها؟ وضحت عزمها ازاي؟ عملت ايه؟ فاكر؟ لما عملت ايه؟ حاولت تاني. تعالى كده نشوف من القطعة. هنعمل شرط عشان وقتنا. تعالى بص التحدي، بص عملت ايه بقى؟ وضحت عزمها ازاي؟ بص اهي اهي شي ديسايدد. تعالى نعملها بالاحمر. شي ديسايدد، هي قررت تحاول تاني، وشاهدت ايه؟ فيديوهات and practice every day بعد المدرسة. كل دي هي الإجابة، كل ده دي الإجابة. تمام؟ خش على الجزء اللي بعده. What was she doing when she felt nervous؟ ايه اللي هي عملته لما هي شعرت بخيبة الأمل؟ يعني ايه اللي هي عملته؟ تعال نشوف كده عملت ايه. تعالى كده، ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل بعدها؟ هي ما كسبتش، بس هي هنقول ايه اللي حصل اهي. she won، هي فازت. هي فازت بايه بقى؟ a special award for the most baker، و she felt incredible proud at. دي الإجابة. تمام؟ اللي بعده. قطعة بقى، الجرامر، الحل. تعال نشوف الحل عامل ازاي يا شباب. عايزين نجيب الحتة دي كده شوية. تمام. بيقول لك نقط start to rain while، بس while معناها بينما. while بيجي بعدها ماضي مستمر دايما. ماضي مستمر دائما، احفظها. طيب مش while بيجي بعدها ماضي مستمر، طب هيجي بقى قبلها ايه؟ لا اما ماضي بسيط، لا اما ماضي مستمر. انا عايز اقول لك ان الستارت دي دايما هتيجي ماضي بسيط. started دايما، دايما كل ما تشوف ستارت اعملها ماضي بسيط على طول. على طول. I know I read a book when you called me. انا كنت بقرا الكتاب ده، طبعا على الشرح بتاع الماضي المستمر ماضي بسيط. انا كنت بقرا الكتاب عندما انت اتصلت بيا. طيب بص، when بيجي بعدها ماضي بسيط، ماضي بسيط بيجي بعدها ماضي بسيط، ودي شرحناها كذا مره. ارجع في المحاضره الاساسيه اللي هي الجزء الاولاني بتاع تانية اعدادي في الشرح، هتلاقيني شارحها وحلل عليهم. وين بيجي بعدها ماضي بسيط. طب وقبلها ايه؟ ماضي مستمر. الماضي المستمر هو بيتكون من ووز او وير. طبعا اي بتاخد واز، وفعل اخره جي من كلمه ريد هتبقى ريدنج.
السؤال اللي بعده بيقول لك شي نقط نوت واتش تي في واتش اهي وين اهي وين بيجي بعدها ماضي بسيط، وانت اهي ماضي بسيط، عايز قبلها ماضي مستمر. هنقول بقى واز عشان كلمه شي تاخد فعل واز، وطبعا وعايزها منفيه يبقى تحط نوت يبقى وزن، وكلمه واتش هنخليها في الاي ان جي تبقى واتشنج كده زي ما انت شايف. تمام. السؤال اللي بعده وات نقط يو دو ات 10 بي ام لاست نايت. طبعا هنا في نقطه يا جماعه انا عايز اقول لك عليها. اول ما تشوف وات وفي وقت مع امبارح يبقى ده ماضي مستمر. طبعا احنا عارفين لما اقول لك امبارح الساعه 5 امبارح الساعه 6 ده اسم ماضي مستمر زي ما شرحناها. فلما يجيب لك وقت مع كلمه داله على الماضي فاعرف ان ده ماضي مستمر. طب السؤال بيتكون ايه في الماضي المستمر؟ بيتكون من سؤال من اداه استفهام وات او وير او اي كلمه اقولها دبليو اتش او كلمه هاو، ثم يا قلبي حاجه اسمها واز او وير، ثم فاعل، ثم فعل اخره اي ان جي، وركز في دي لو سمحت، وعلامه استفهام في الاخر. ادي وات، انا عايز بعد كده واز او وير. هي يو بتاخد ايه؟ بتاخد وير. بتاخد ايه؟ وير. بعد كده الفاعل اللي هو يو. بعد كده عايزين فعل اخره جي اللي هو دو، بس هنحط لها اي ان جي فبقت دوينج. وير يو دوينج. تعال نشوف يلا المحادثه. تعالى يا قلبي بقى نبدا نحل المحادثه. بيقول لك علي از اسكينج، عود نفسك لازم تقرا العنوان ده، لازم، ده بيوضح لك اللي جاي كله. علي بيسال عمر عن النصيحه عن تعلم اللغه الانجليزيه. طيب علي بيقول لعمر ايه؟ هاي يا عمر، اهلا يا استاذ عمر، كان اي اسك يو فور سام ادفايس، ممكن انا اسالك بعض النصيحه، ممكن اسالك نصيحه، يعني اسالك عن نصيحه، ممكن تنصحني يعني؟ فعمر قال له شور طبعا. فهنا عمر هيبدا يقول له سؤال مش هنعرفه اكنك مش شايف الاجابه. فهنا علي بيقول له انا عندي مشكله، ترابل معناها مشكله في تعلم الكلمات الجديده. يبقى هو بيقول له ايه المشكله؟ وات از ذا بروبلم، ايه المشكله؟ او ممكن تقول له بدل بروبلم ممكن تقول له ترابل عادي. فقال له انا عندي مشكله في تعلم الكلمات الجديده. فهيبدا يقول له جمله هنا، قال له I forget new words، انا بنسى الكلمات الجديده. I forget، انا بنسى الكلمات الجديده. حلو. فهنا عمر هيقول له ايه؟ قال له I understand، انا فهمت. at first، في الاول it was challenge، اكبر تحدي for me، بالنسبه لي ايضا. بالمناسبه يا جماعه احنا نعمل لك شرح للمحادثه، احنا منزلين حلقه جميله قوي شرح المحادثه ازاي تحلها بالتفاصيل. اكتب شرح المحادثه على اليوتيوب هيظهر لك، نص عليها والذهب هيظهر لك، او دور عندي هتلاقي الحلقه تقريبا عاملينها من سنه، بس تحفه جدا جدا جدا. المهم، وهنعمل برضو محادثه تاني، يعني احنا هنعمل شرح المحادثه تاني، هنعمل فيديو قريب ان شاء الله قبل الامتحان بحاجات بسيطه بشهر مثلا. التحدي الكبير بالنسبه لي ان انت يجب تحاول تتعلم 5 كلمات كل يوم. يبقى ده كان تحدي، تمام؟ فانا عملت ايه؟ هو عمر بيقول له انا عملت ايه؟ كل يوم خدت 5 كلمات عشان الموضوع يبقى سهل. تمام، بس افري داي كل يوم. فعلى يقول له ذاتس ا جود ايديا، فكره جامده جدا. وات ايلس، وماذا ايضا، وبعدين يعني. فعمر قال له يو شود، انت يجب واتش موفيز، تتفرج على افلام ان انجلش، بالانجليزي. عشان كده علي فقال له واتش موفيز ان انجلش، اتفرج على افلام بالانجليزي، وعملت تعجب كده. خلي بالك انا عايز اقول لك على حاجه قلبي، لما تشوف جمله كده وتلاقي علامه تعجب، انا عايزك تبقى عارف ان الجمله دي هتطلع فوق تاني. يبقى الجمله دي لما تلاقي علامه تعجب وتلاقي جمله كده، اعرف ان هي فوق اتعادت تاني. تمام؟ فلما قال له هتفرج على افلام، فبدا هنا يسال سؤال مش عارفين ايه هو السؤال. عشان كده رد عليه عمر قال له ايه؟ مشاهده الافلام بالانجليزي هتديك تغير، هتخليك تتغير، وممارستها الاستماع المهاره، وما بتيجي تمارسها ده بيخلي عندك مهاره الاستماع، بتعرف تسمع كويس. يبقى هو هيقول له ليه واي از واتشنج، ليه بتكون مشاهده الافلام مفيده؟ ليه هي مفيده؟ فعشان كده قال له كده. فعلى يقول له ثانك يو فور يور هيلب، شكرا لنصيحتك يا استاذ عمر. فعمر يقول له يو ار ويلكم، مرحب بيك، جود لك. كده خلصنا يا شباب المحادثه. نخش يلا على الجزء اللي بعده. جاهزين؟ يلا يا قلبي نحل صفحه 115. بيقول لك ذا وورد ستريسد، كلمه مضغوطه، عايزين نجيب عكسها. حاجه مضغوطه عكسها مستريحه، ريلاكسد.
السؤال اللي بعده بيقول لك ذا ووردز كلمات كراودد اللي هي مزدحم وبيزي مشغول، دول الاثنين كده معناهم سينم، دول كده الاثنين نفس المعنى. suffix نهايه لكلمه فري، فريدم، فريدم معناها ايه اصلا؟ فريدم معناها حريه. بلوكت حاجه مقفوله ومفتوحه، الاثنين يبقى انتونيمز عكس بعض. اوبزيت عكس كلمه سولوشن حل، حل عكسها بروبلم مشكله. اول حاجه بقول لك we are late because of heavy نقط we get blocked، احنا اتاخرنا بسبب ايه؟ تقيل او حاجه تقيله جدا احنا اتعطلنا، يبقى بسبب ترافيك جيم، ازدحام المرور. بيقول لي using public transportation، استخدام الوسائل المواصلات العامه بيساعدنا ان احنا نقلل البولوشن، التلوث. اللي بعده بيقول لي ذا جفرمنت، الحكومه بتبني طرق جديده وكباري عشان ايه؟ المشاكل المروريه. عشان تعمل ايه في المشاكل المروريه؟ سولف، تحل المشكله دي، تحلها. مونوريل، اللي طبعا انت عارف المونوريل ده يا جماعه ده قطر بيمشوا بخط واحد، بخط سكه حديد، مش باتنين، بخط واحد بيتحرك على ايه؟ سنجل، يبقى ريل سنجل، خط واحد، سنجل واحد. I was late، انا كنت متاخر على المدرسه بسبب ان احنا ايه؟ في المرور كنا جت ايه بقى؟ جت بلوج. احفظ دي بتيجي معاها على طول. جت بلوج دي يعني متعطلين في الزحمه، متعطلين. ذا ترين، القطر وينت ثرو، القطر كان ماشي من خلال ايه؟ مظلم تحت الجبل. طبعا ماشي ايه تحت الجبل؟ يبقى التنل اللي هو معناها فاكر؟ نفق. فلاي اوفر ده لو قال لك فوق، ماشي فوق كوبري بيسموه كوبري علوي. النيو نقط واز بيلت، حاجه جديده كده اتبنت عشان بتساعد العربيات تعبر الطريق المزدحم فوق المدينه. اهي فوق المدينه، يبقى ده اسمه فلاي اوفر، كوبري متعلق او كوبري فوق. ذا نقط از مودرن مينز، وسيله جديده كده من المواصلات بتمشي على سنجل رين. فاكر احنا لسه لين دلوقتي خط سكه واحد بس، يبقى ده اسمه ايه؟ المونوريل. during اثناء الاكزامز، الامتحانات، انا غالبا بشعر ايه؟ وبالتعب. بشعر بالايه؟ بشعر بالستريس، الضغط. in big cities، في المدن الكبيره من السهل انك ايه؟ باستخدام الاتوبيسات مش عارف ايه، يبقى السهل موف اراوند، تتجول. موف اراوند معناه يتجول. حاجه كده ترانسبورتيشن، وسائل الايه؟ في القاهره بتجعل من السهل انك تتجول. بابليك، الوسائل العامه. ميني كارز، كثيرة من العربيات والأتوبيسات في الطريق بتؤدي إلى، كثيرة من العربيات في الطريق بتؤدي إلى إيه؟ أكيد بولوشن، التلوث، عشان في دخان وقرف وحاجات كتير. حاجة كده بيعني إنك بتسافر أو بتروح من مكان لمكان، بتروح من مكان لمكان، يبقى ده اسمه موف اراوند، يتجول. حاجة كده بتعني شعور بالقلق والتوتر تحت ضغط، يبقى ده اسمه ستريس، الضغط. زي كروزد، هم عبروا ايه؟ على النهر. عبروا ايه؟ على النهر، على النهر ها، للجانب الاخر من القريه، عدوا من هنا لهنا، يبقى عبروا ايه؟ بريدج، جسر او كوبري. we need more solution، solution بيجي مع حرف جر تو، solution to، ده اصلا تعبير على بعضه لازم تحفظه. تعال نحل له صفحه 119. بيقول لك ايه؟ سولوشن معناها حلول. تعال نترجم الاختيارات كلها. حلول. موف معناها يتحرك. بابليك معناها عامه. بيزي معناها مشغول. بولوشن معناها تلوث. حلو جدا. ماي سيتي، مدينتي، از فيري بيزي، بتكون مشغوله جدا، سبيشالي خاصه ان ذا مورنينج، في الصباح. ذا رود، الطرق، ار فول، مملوءه بالعربيات، which ايه؟ وبسبب كثير من الضوضاء والايه؟ حلو. تعالى واحده واحده. المدينه مشغوله ومليانه بالعربيات، فمملوءه بالضوضاء والايه؟ اكيد الضوضاء والتلوث، بولوشن. تو سولف، عشان نحل ده، المدينه از انكارج، بتشجع الناس انها تستخدم ترانسبورتيشن ايه؟ وسائل المواصلات الايه؟ البابليك، العامه. انا عايزك تحفظ دي دايما. بابليك بتيجي معاها ترانسبورتيشن، دايما بتيجي معاها، فركز في دي، مهمه. بابليك ترانسبورتيشن.
لايك زي الاتوبيس والمترو الجديد والنظام الجديد بتاع المترو. تلك الايه بيساعدوا الناس. هي ايه اللي بتساعد الناس؟ تلك الحلول، السولوشن. تلك الحلول بتساعد الناس ان هي ايه، اراوند، حاجه بتيجي مع اراوند، موف اراوند، احنا لسه واخدينها من شويه في الحل. موف اراوند، التجول بسرعه وبيخلي المدينه تبقى الطف واسهل انك تعيش فيها. I was late، انا كنت متاخر بسبب ان انا كنت متعلق. stuck معناها متعلق. ترافيك جيم، ترافيك جيم يعني ايه؟ الازدحام المرور. عايزين كلمه stuck دي، عايزين معناها. stuck تعني انك لا تستطيع، stuck يعني متعلق، يبقى لا تستطيع انك ايه، تتحرك، ما بتقدرش ايه، ما بتقدرش تتحرك. يبقى not يعني لا تحرك، يبقى مش بتقدر تتحرك. city المدينة with good public، مع وسائل المواصلات العامة بتكون easier اسهل انك ايه، بتكون اسهل انك move around، بتتجول. اللي بعده I often feel very، انا غالبا بشعر بايه قبل الامتحان وانا مش بذاكر كويس. اكيد ستريسد بالضغط. they built، هما بيبنوا. هما بيبنوا ايه؟ هما بيبنوا ايه جديد قلاوا عشان يسمحوا للقطورة ان هم يجتازوا من خلال الجبال، يعدوا من خلال الجبال. يبقى هما بنوا ايه جديد عشان يسمحوا للقطر يعدي من خلال الجبال. اول ما يقول لك من خلال الجبال يعني ده اسمه جسر، اسمه نفق. انا ايه فيري تاير، انا ايه تعبان بعد ومشي طويل جدا امبارح يعني انا حاسس كلمه في الماضي. ام مضارع، از مضارع، وز وهي الصح. طب اي بتاخد ايه؟ بتاخد واز. وايل ماي داد، بينما والدي كان بيقرا كتاب او بيقرا. عمي كان ايه؟ عمي دخل، يبقى عمي قطعه. طالما في قطع، عمي قطع والده وبيقرا، يبقى هو كده قطعه ورخم عليه، يبقى انا عايز ماضي بسيط. لما تلاقي العم رخم يبقى ده ماضي بسيط، طب ما رخمش يبقى ده ماضي مستمر. تمام كده؟ تمام. صفحه 120 تعالى نحلها. المحادثه، الدايلوج. هو بيقول لك هاني، طبعا لازم تقرا العنوان عشان هو اللي بيوضح لك الباقي كله. بيقول لك هاني وعادل ار توكينج، بيتكلموا عن ذا بروبلم، عن المشكله اوف ترافيك بتاعت المرور. فهاني بيسال عادل بيقول له ايه؟ ليه انت بتتاخر على المدرسه النهارده يا عادل؟ ليه اتاخرت على المدرسه النهارده يا عادل؟ فعادل هيقول له السبب. اول ما يقول لك واي اعرف ان الاجابه بيكاز. اول ما يقول لك واي يبقى الاجابه بيكاز دي دايما. دايما. ليه انت اتاخرت على المدرسه يا عادل؟ هيقول له لان انا مش عارف كذا، لسه نعرف. قال له اوه ستاك، اتعلقت في الترافيك جيم. طب اتعلقت معنى، شفت اقول لك اتعلقت هنا مش معنى اتعلقت حد معلقني، لا اتعلقت يعني فضلت ثابت في مكان مش عارف اروح واجي. تمام. اول ما تلاقي علامه تعجب يبقى الكلام ده فوق، الكلام ده هيتعاد فوق تاني. يبقى بس هنا ستاك بيجي مع جت، يبقى اي جت ستاك، انا فضلت متعلق في ترافيك جيم في ازدحام المرور. فهو بيقول له ذاتس واي، عشان كده انت تبدو تعبان، باين عليك تعبان. فعادل هيقول له يس شور، ايوه اكيد طبعا. اي ثينك، انا اعتقد ان المدينه محتاجه حلول افضل فور ذيس بروبلم، هذه المشكله، احنا عايزين حلول افضل للمشكله دي. فهنا قال له ايه؟ اي اجري ويز يو، انا متفق معاك على فكره، اللي انت بتقوله ده انا متفق معاك فيه. فعادل هيبدا يسال سؤال. فهنا قال له وي شود، احنا يجب نساعد بواسطه يوزنج بابليك ترانسبورتيشن، المفروض نساعد بواسطه استخدام الوسائل الايه؟ العامه. فهو بيقول له طب وات شود وي دو، ايه اللي يجب ان احنا نعمله؟ هنقول حط وات، جبنا وي من تحت، وشود والفعل اهو من دماغنا، ايه اللي يجب نعمله؟ فانا هيقول له احنا يجب نساعد المواصلات العامه كذا كذا كذا. 5. سأل سؤال قال له ايوه اكيد، اكيد يبقى السؤال هنا بدو داز، اكيد it would reduce، انها بتقلل التلوث ايضا. يبقى هو بيقول ايه؟ do you think، هل انت تعتقد it انها دي اللي هي عايده على وسائل المواصلات يعني سوف تكون مفيده؟ هل انت شايف انها تكون مفيده؟ فقال له اكيد هي هتقلل من التلوث ايضا. تمام كده؟ وبكده يا شباب خلصنا الجزئيه بتاعتنا، وهنكمل حل الحصه القادمه. ده الجزء الثاني من يونت 3. عايزك تركز معايا في الفتره اللي جايه. ان شاء الله الفترات اللي جايه هنزل لكم نص المنهج شرح وحل، اهم اسئله هنحلها مع بعض عشان تعرف تحل. وما تنسوش ان احنا كمان ان شاء الله في مراجعه شهر نوفمبر. بالتوفيق يا شباب، هتوحشوني. السلام عليكم.